قمة الهرم. أن جروح النكسات لا تشفى ولا تعالج بالعتاب، وأن الفشل سهل الاستطاعة يتحقق دون مجهود. الناقمون على بالماضي لم يبتعدوا عن حروف اسمه، قالوا إنه بقي متمسكا بماض صنعه في مصر. التتويج كان صورة تظهر وتغيب، وبعد كل كبوة ينهض اللاعب 12 مشجعا، ومع كل بطولة يتجدد الأمل في ظهور مشرف، تتجدد الرغبة في تجاوز الماضي. لكن قدر بالماضي أن تعاقبه الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام، فكان كوت ديفوار أكد أن حوافز الإبداع تركت في مكان مغلق لم يتح فتحه. توفرت الأدوات والرافعة لم تكن إلا التفاؤل، وعلى قدر الارتفاع كان السقوط مدويا لا يحتمل، بل كان كالجلوس على حافة الانهيار لا شيء يتشبث به. الشعور بالإنجاز أصبح في أدنى مستوياته. المنتقدون لبالماضي أعابوا عليه أنه يفسر الأمور وفق ما يريد لا وفق ما هي عليه. قالوا أيضا: عندما تكتب نهايتك بالنكسات بعد أن كانت على الهوامش ستثير عند الكل شعورا لا ينطفئ، الاقتراب من كل منافسة يحييه، وحتى الابتعاد قد لا ينهيه. بإعلان الاتحاد الجزائري فك الارتباط بالتراضي مع المدرب جمال بالماضي، يكون الجزائريون قد طووا صفحة كروية دون فيها بالماضي على رأس محاربي الصحراء أسطرا امتزجت فيها الإنجازات والإخفاقات. التفاصيل في سياق تقرير ابتسام